فوز الزمالك بثلاثيه نظيفه، ثلاثيه مستحقه. افضل ماتش لنادي الزمالك من فتره كبيره جدا، مش السنه دي بس، من فتره كبيره جدا. الزمالك اول مره الاقيه بالالتزام ده داخل الملعب، بالانتشار ده داخل الملعب. ازاي بيعرف يخلق فرص، ازاي بيعرف يطلع بالكوره، ازاي بيعرف يطور لعب، ازاي بيعرف يعمل هجمه، ازاي بيعرف يفنش هجمه. النهارده بصراحه الزمالك النهارده لو بيلعب اي حد يكسب. النهارده اول مره من فتره كبيره تحس الزمالك عنده شخصيه وعنده هويه في الملعب. شخصيه، الروح القتاليه، الاصرار على الملعب، الاصرار على المكسب. انا كده كده هكسب. بالمناسبه حتى لو كان المصري بدأ بالتسجيل الزمالك كان هيرجع وهيكسب، عشان باين النهارده اللعيبه فايقه والمدرب فايق. الزمالك النهارده يا جماعه كان منتشر بطريقه حلوه جدا، حتى هو بيفقد الكوره كان في كومباكت بين الخطوط للاعب الزمالك. فكان صعب جدا المصري او اي حد في الدوري بيلعب الزمالك النهارده يعرف يكسب الزمالك النهارده. وكان في النهارده هويه للفريق. يعني ايه هويه للفريق؟ يعني كان في النهارده المدرب عنده فلسفه، في طريقه لعب واضحه. اي حد كان بيقع كان بيلحقه على طول. يعني ادم كايد اقل واحد النهارده في نادي الزمالك، بس عشان خاطر الزمالك حلو وفايق هو الدايره. بس الشوط الثاني البنزين بتاعه فضي على الاخر، فلحق نفسه. المدرب بره قاعد فايق. فيريرا احسن ماتش ليه برضه بدله. فالنهارده بجد يا جماعه الزمالك يستحق انه يكسب النادي المصري ويتربع على ترتيب الدوري المصري. افضل ماتش اشوف بجد النادي الزمالك من فتره كبيره جدا. بس دلوقتي الرهان دلوقتي على الاستمراريه اللي الزمالك على طول بيغزل جماهيره فيها. هل تتفق ان الزمالك هيكمل على كده، ولا عندك وجهة نظر تانية؟ بتراهن على الاستمرارية هيكمل كده، ولا هتلاقيه وقع تاني الماتش الجاي؟ عشان ده الزمالك ودي مقلبه مع جماهيره. شكرا يا كباتن، والدوري ولع، وننتظر ان شاء الله مباراة بكرة المهمة جدا بين الاهلي وانبي، والدوري ولع. شكرا يا كباتن، وتحياتي ليك يا صديقي.